طالما قلنا ان فيها هلوسه بتحصل يبقى لازم نعرف بتحصل ازاي، وعشان نعرف بتحصل ازاي لازم في الاول نعرف مكونات جوز الطيب. هي بتتكون بشكل اساسي من زيوت متطايره او فولاتايل اويلز. الزيوت دي هي اللي بتدي جوز الطيب الريحه والطعم الحلو اللي بناخده منها في الاكل، واهم ماده منهم والمكون الرئيسي ليها هي ماده الميرستيسين. وافتكر الماده دي كويس، في انزيم جوه جسمك اسمه المونو امين اوكسيديز او الماو. الانزيم ده مسؤول انه يكسر اي هرمون في جسمك، مسؤول انه يدخلك في حاله سكر او هلوسه. سيروتونين بيكسر، دوبامين بيكسر، ادرينالين برضه بيكسر، ما بيعتمدش حد. ماده الميرستيسين بقى بتوقف الانزيم ده، فبتمنع تكسير الهرمونات اللي بتسبب لك سكر وهلوسه، فبتزيد كمياتها في الجسم وبتسبب لك السكر والهلوسه. ورغم كل ده الماده دي برضه ليها استخدامات علاجيه كمضاد للالتهاب والقلق. وفي العموم برضه الاستخدام الامن لاي حاجه بيكون في النسب الطبيعيه، والنسب الطبيعيه لجوز الطيب اللي ممكن اي حد يستخدمها من غير اي اعراض جانبيه هي 5 جرام او بما يعادل بلحه واحده. وبس كده، وانت بتبشر المره الجايه جوز الطيب على الاكل ما تنساش ان لو نفسك في نصايح ومعلومات تابع شفاء.